هل أحيانًا بتحسّي إن ما فيش حد سامعِك؟ بتحسّي إن أنتِ بتقعدي تتكلّمي كإن الكلام كده يعني زي ما يكون رايح في الهوا؟ خلّيني أقول لِك إن في كتير من الأوقات بنحس فيها إن كلامنا ما بيبقاش واصل بشكل كافي للناس، وبنحس إن إحنا بنحاول نبذل مجهود يعني فظيع جدًا عشان نبيّن نَفْسنا للناس، لكن في الحقيقة بنلاقي إن المجهود اللي إحنا بنعمله ده ما بيبقاش ظاهر كفاية، وإن ممكن في الحقيقة ما حدّش بيشوفنا أو يسمعنا زي ما إحنا متخيّلين، لكن في الحقيقة أنتِ أكيد تحتاجي إن حد يسمعِك، تحتاجي إن حد يهتم ويحس بشعورِك، ولكن ده مش هيحصل غير لمّا أنتِ من البداية تبدئي إنِّك تقدّري نَفْسِك، تفهمي نَفْسِك، يبقى عندِك ثقة كفاية بنَفْسِك وتبقى ثقتِك قوية جدًا بنَفْسِك. لمّا هتقدّري نَفْسِك كفاية هيبقى عندِك قدرة قوية جدًا إن أنتِ تعرفي إنِّك تعبّري عن رأيِك، لمّا هتعرفي تعبّري عن رأيِك هتحسّي إن أنتِ يعني مليانة واثقة في نفسِك بشكل قوي جدًا، مش بس كده هتقدري إن أنتِ تعبّري عن اللي أنتِ عايزاه للي حواليكِ، هتبقي حاسة إن أنتِ حتى لو الناس ما اهتمتش بالحاجة اللي أنتِ بتقوليها بس يكفي شعوري الداخلي إن أنا عبّرت عن اللي جوايا وقدرت إن أنا أقول اللي أنا عايزاه. فلو أنتِ حاسة إن أنتِ صوتِك مهم، لو أنتِ حاسة إن أنتِ حابة فعلًا تغيّري من نفسِك وتكوني واثقة في نفسِك أكتر، اشتركي دلوقتي في كورس ارفع من ثقتك بنفسك وتوكيدك لذاتك واستحقاقك، وهتلاقي لينك الحجز بتاع الكورس إما موجود في الdescription تحت أو موجود في الbio.